حب واحدة جدا ومعرفش يتجوزها، وكبر في عمر 15 سنة وراح لدكتور نفسي عشان يقدر يكمل حياته، وعياله هما اللي ساندينه دلوقتي. اتجوز صغير وجوازه كان شهر واحد بس، وبعدها ما شافش الجواز تاني. لو الزمن رجع بيه كان عمل حاجات تانية مختلفة عن اللي حصلت معاه دلوقتي. وست واحدة بس اللي دموعه بتظهر أول لما بتيجي سيرتها، الولد الشقي أحمد السعدني. طلع وراه حكايات كتيرة قوي بعيدة عن السكات اللي ملازمه طول الوقت ومخلي محدش يعرف عنه أي حاجة. يا ترى أحمد السعدني اتعلم إيه من أبوه وأثر فيه؟ وهل فعلا ندمان على إنه مرجعش لمراته؟ وتجربته إيه مع ولاده وهو بيربيهم لوحده دلوقتي؟ وإيه حكاية الست اللي معرفش يتجوزها؟ وهل هي فعلا فنانة؟ تفاصيل كتير قوي هتكشف الوش التاني لأحمد السعدني في الفيديو ده. خليكم معانا وهتلاقوا مفاجآت محدش يتوقعها أبدا. أحمد السعدني طول عمره ولد شقي بيحب الحياة وبيجري عليها، وعرف بنات كتير قوي في حياته وما كانش فارق معاه، وعشان كده بيعرف يفرق بين الناس ويفرز كويس قوي. بس الولد الشقي ده قرر فجأة إنه يتجوز وهو عنده 25 سنة، وعشان ما كانش لسه مر بتجارب كتيرة كان شايف نفسه طايش ومش فاهم قوي جواز. والموضوع بينه وبين مراته ما كانش أحسن حاجة أبدا، لدرجة إنهم اتخانقوا مع بعض يوم الفرح وقبل ما يدخلوا على الناس. ده بقى غير خناقة يومين العسل اللي انتهت برجوعهم للقاهرة تاني. ومش بس كده، ده أول انفصال رسمي بينهم حصل بعد الجواز بشهر بس، ومعطيش الأطراف كلها رجعوا لبعض تاني وقعدوا 4 سنين. بعدها اكتشفوا إنهم مش هيعرفوا يرجعوا لبعض تاني، وكل واحد بقى فيهم في طريق، بس بيعاملوا بعض باحترام وصداقة عشان خاطر في بينهم ولدين. واستمر الوضع كده بينهم، والولاد بينهم هما الاتنين. وعاش أحمد السعدني حياته ما فكرش في الجواز بعدها، وكان كل هدفه إنه ينجح ويحقق نفسه ويعيش حر ومش عايز حاجة تاني، لحد ما جه ليه الخبر اللي ما كانش متوقعه أبدا واعتبره ألم على وشه، وهو إن أم ولاده حياتها انتهت. وفجأة الدنيا اسودت في عينه، وبعد ما كان على البحر مع ولاده جري بالمايوه والشبشب وخدهم وركب العربية وطلع على القاهرة وهو مخبي عليهم، وعينه ما فيهاش غير دموعه وبس. ومن لهفته وخوفه وهو في البنزينة لقى نفسه معهوش فلوس، فحكى للراجل اللي في البنزينة اللي حصل معاه عشان يمون ليه العربية، وودى ولاده على البيت لحد ما يعرف حصل ايه. وبعد كده رجع حكى لهم. بعد اللي حصل ده ورحيل مراته، أحمد كبر في سن 15 سنة على عمره، وحس إن الدنيا اتغيرت معاه تماما، وبقى أب ومسؤول بشكل كامل عن عياله. بس حياة أحمد كان فيها أسرار تاني محدش يعرفها، وهي إنه راح لدكتور نفسي قبل كده وهو عنده 16 سنة، واللي وداه ليه أبوه بعد ما كان واقع في قصة حب ومعرفش يخرج منها ولا يتجاوزها. ومن بعدها اتعلم إنه يروح لمتخصص عشان يساعده. أحمد مش رافض فكرة الجواز، بس شايف إن كل حاجة نصيب وبتيجي في وقتها، وسايب الدنيا تمشي زي ما هي. بس متأكد إنه لو أم ولاده كانت عايشة كانت في حاجات كتير اختلفت، وكان ممكن يبقوا مع بعض. ولسه لحد دلوقتي لما بتيجي سيرتها عينه مش بتقدر توقف دموع. انتوا بقى كنتوا عارفين حكاية أحمد دي ولا لأ؟